وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلاكيت تاني مرة من معرض الكتاب. النهاردة جاية اودع المعرض واشوف كل دور النشر اللي انا ما رحتهاش المرة اللي فاتت، وابص على الكتب كده اللي ممكن تعجبني واشتريها. بس النهاردة اليوم برضو لطيف كده وجميل، الدنيا زحمة عشان النهاردة الجمعة. فهنبدأ بقاع واحد، مش هرغي معاكم كتير، هسيبكم مع اللقطات والفيديوهات اللي هصورها. يلا نبدأ. هنبدأ رحلتنا من قاعة 3 واللي فيها الهيئات والوزارات المحلية وأجنحة البلدان العربية والأوروبية.
شكلنا كده اندمجنا في الفعاليات الموجودة في قاعة 3 ونسينا الكتب اللي جايين نشتريها. شايفين الزحمة يا جماعة؟ يا نهار أبيض، كل دي ناس مثقفة ومعاها فلوس. أصلا أنا مش قادرة أقول لكم يا جماعة، الكتب غالية بشكل عجيب، فالموضوع فيه مفارقة كبيرة بالنسبة لي. المهم ان لسه العروض والاغاني شغالين على خفيف كده، وحفلات توقيع وهيصة. فدلوقتي هنروح قاعة 1 نشوف الكتب اللي هنشتريها. في قاعة 1 رحت دار بيت الياسمين، دار رايقة كده، والكتب اللي فيها مميزة قوي، وعاملين ركن لمجموعة متنوعة من الكتب ب20 جنيه. اشتريت من عندهم كتابين. بعدين شفت المركز العربي الحديث، فيه كتب أطفال حلوة قوي عجبتني، وكتب مهارية زي الطبخ والكروشيه. وكمان دار العربي تقسيمات الكتب فيها كانت منظمة قوي، وعناوينها كمان كانت مميزة جدا. دار حدوتة مصرية كمان من الدور الرايقة جدا، واللي عاملة خصومات حلوة. كمان دار الأدهم فيها روايات جميلة قوي وخصوماتها حلوة جدا. كان في بقى دور رايقة لدرجة ان ما فيهاش حد اصلا، يعني البايع نفسه استغرب اني دخلت اتفرج يعني. منها دار الكتب والدراسات العربية، تقريبا بيكون ليها زباين خاصة من الباحثين تقريبا يعني. دار هنداوي للنشر من الدور اللي فيها كتب مميزة فعلا، ومن الدور اللي بحبها، ولكنها غالية وطبعاتها غالية، فما قدرتش اني اشتري منها اي حاجة. من الدور اللي بحبها جدا وبحترم اختياراتهم في الكتب وطباعتها، وحقيقي بتعجبني الكتب بتاعتهم قوي، دار التنوير للنشر، المركز الثقافي العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون. ونفسي يوما ما يكون معايا فلوس كتير اشتري بيها كل الكتب اللي بتعجبني من عندهم، ولكن يعني كتبهم غالية عليا في الوقت الحالي، مش بقدر اني اشتريها، لان زي ما احنا عارفين مش محتاجين حد يجي يقول لنا احنا فقراء قوي. الهيئة العامة لقصور الثقافة من الدور الرسمية المدعمة، اللي بتبيع كنوز حرفيا بأسعار مخفضة رخيصة. الكتب هناك متنوعة جدا، كانوا عاملين السنة دي أرفف كاملة لأعمال طه حسين. اشتريت مجموعة حلوة جدا من عندهم. الناس هناك يا جماعة بتنقي وتختار ما تشتهيه أنفسهم وعقولهم.
اما دار الفكر العربي من الدور اللي اكتشفتها في المعرض السنة دي. الدار دي فيها مجموعة كتب متنوعة جدا، كتب دينية وكتب في التربية والتنمية البشرية والمهارات، يعني كتب حلوة جدا وطبعاتها كويسة، بلس كده كمان أسعارهم حلوة جدا، ما صدقتهاش الحقيقة، واشتريت من عندهم كتابين. الدار المصرية اللبنانية من الدور المميزة جدا، وفيها مجموعة كتب حلوة سواء كان تراث أو إصدارات لناس يعني جديدة، بس كتابها برضو بتبقى غالية جدا وإصداراتها غالية، مش عارفة ليه، يعني هما كانوا عاملين خصومات وستيل برضو كتب غالية. يعني ممكن أفضل حاجة تشتروها من هناك هي كتب الأطفال وأدب الأطفال. دار الديوان بقى من الدور الفخمة جدا، يعني الجناح بتاعهم كان تحفة حرفيا، الناس واقفة بتتصور هناك، مدلعين روايات نجيب محفوظ كده السنة دي ومغيرين الكافرز بتاعتها. فالفخامة والخرافية دي معناها طباعة غالية، يعني كتب للأثرياء. دور الرواق والمحروسة من الدور اللي فيها كتب حلوة جدا، أسعارهم معقولة، تخفيضاتهم مجزية، اشتريت من عندهم برضو كتابين. الهيئة العامة المصرية للكتاب هي الدار الرسمية للمعرض، وهي برضو اكتر دار زحمة جدا طول الوقت وطول ايام المعرض، انا مبقتش عارفة اصور اصلا من الزحمة. المفروض انها من الدور المخفضة، ولكني لاحظت زيادة في اسعارها السنة دي بطريقة تضايق جدا، يعني مش هي دي الاسعار اللي انا متعودة اشتري بيها من هناك. وكمان في دور رسمية تانية مش واخدة نفس مساحتها في المعرض، ومع ذلك كتابهم قيمة جدا واسعارهم معقولة. ولكن في العموم الدور الرسمية دي افضل بكتير من الدور الخاصة من حيث الكتب التراثية وعامة النشر. خلصت قاعة 1، وفي قاعة 2 مروحتش غير المركز القومي للترجمة، كان في اصدارات حديثة بصراحة كان نفسي اروح اجيبها، وقلت بالمرة استفاد بعرض طلبة الجامعة والباحثين، وبما اني ما شاء الله عليا باحثة ماجستير قد الدنيا، فاخدت خصم 40% على الكتب اللي جبتها من هناك. ودي فايدة انك تكون باحث علمي يا جماعة، بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات اللي بتمر عليك، وقصدي بتمر عليك حرفيا، مش مهم، المهم انك تاخد الخصم، وهو اي حاجة تحسسك ان اللي بتعمله ده ليه فايدة. كده خلاص خلصت وتعبت الحقيقة، بس جبت بقى كمية كتب جميلة هعمل لكم عنهم فيديو قادم ان شاء الله. صحيح انا صرفت وبعزقت وبوظت الميزانية، بس عادي عادي يا جماعة، ايه المشكلة؟ فداية يعني، هو احنا بنشتري كتب كل يوم لا سمح الله؟ ابدا ابدا. شايفين الشنطة مليتها على الاخر وما كنتش قادرة اشيلها الحقيقة، بس كان على قلبي زي العسل والله. يلا سلام دلوقتي، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم.